جريمة قتل وحشية ومروعة في اليمن منذ قليل، وخاصة بمحافظة عمران في مديرية ريدة، حيث أقدم المواطن عبد الله العتمي 40 عاما على قتل زوجته وأربعة من أبنائه قبل أن يقتل نفسه صباح اليوم. العتمي مواطن يبيع التفاح على العربة في سوق ريدة، وقالت مصادر أنه كان يشكو قبل أيام لأحد أصدقائه من ظروفه الصعبة وعدم قدرته على توفير مستلزمات الدراسة لأولاده، كما أنه كان ينشر عن حالته تلك في صفحته على الفيسبوك. جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين يعود السبب الأبرز فيها إلى سوء الحالة المعيشية والظروف الصعبة التي يعاني منها الناس في ظل نهب الحوثيين لثروات الشعب واحتكارهم لكل مصادر الدخل والمعيشة، حيث أنه في تصاعد مرعب لحوادث قتل الأقارب، حيث تم رصد جريمتي قتل في خلال 24 ساعة في مديريتي خمر وريدة، حيث أقدم شاب يدعى عبد السلام القملي 29 عاما على قتل زوجته بعد خلافات معها بسبب كثرة طلباتها، كما أفاد بذلك القاتل في محضر التحقيق، إلى جانب القاتل الآخر الذي تحدثنا عنه وهو عبد الله العتمي. وصلنا إلى نهاية خبر اليوم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.